تلقى روحك بوليس معاك متوجه نحو ما يسمى بالجيور، وبالوقت تليفونك والثابته وكل شيء. تمد في تليفونك اخر مكالمه، تحاول تطلب امك ما تحصلش، الريزو ما يعطيكش، كي مشيت ما كنتش حتى 1% باش توقف. يجيك نومرو، شكون النومرو اخر مكالمه قبل ما نهبط للجيور، والمكالمه اللي انقذتني اعطتني برشا امل، انقذتني من الانهيار. صالح الحاج كيفاش كلمني صالح الحاج؟ كلمني هو يبكي اخر مكالمه وانا تفصلني على الايقاف، على باش نهبط اللوطه للايقاف ونمد تليفوني للمحامين، تفصلني معناها 3 متر. صالح الحاجه يبكي في التليفون، ديجا زلزلتني المكالمه نتاعو، ويقول لي ويقوي فيا ويقول لي اقعد قوي، اقعد واقف، نعرفك شكون وراني معاشرك وراني مربيك وراني نعرف شكون سمير الوافي، وما ما تخسرش روحك، خليك معناها واثق من روحك وباش يجي نهار وتخرج. المكالمه ذيك قويتني برشا، عوضت لي المكالمه نتاع امي اللي ما نجمتش نعملها، خاطر كنت نتمنى نسمع صوت امي ونهزلها انا نقواها، وبعد نهبط وبعد نسلم امري. باش نرجع لك للسؤال، خاطر انا وقتها ما نعرفش وقتاش نخرج. الليله الاولى رقدت سمير، غمضت عينيك؟ انا رفضت باش نقابل امي في الحبس. اي صحيح، لانه صعيب، لانه ما حبيتش امي تشوفني في الحاله هذيك، ما حبيتش نقابل امي بيني وبينها بالدار. امي طول عمرها تشوف فيا فرحان شيخ منتصر ناجح كذا، ما نحبهاش تشوفني في لحظه انكسار. رفضت رفضا تاما انه نقابل امي، مش رغم اللي انت اكثر عبد كنت محتاجه امك. كنت محتاج انا الام، وكانت محتاجه باش تشوفني، اما حمايه لي انا خاطر ما نجمش نقعد قوي، يمكن ننهار قدام امي، وحمايه لها هي باش تشوفني في وضع. كي خرجت من الحبس اول جمله قلتها لها كي شفتها سمير؟ اول جمله قلتها بدموعي، لانه انا تمنيت نصوروا المشهد هذاك، لانه كانت تشوف لقائي بامي وقت اللي خرجت الناس الكل تبكي، حاجه ما معناتها حاجه عاليه ياسر، حاجه غريبه ياسر، معناتها المشهد ما تكلمتش، عنقت امي قعدت نبكي درج. اللي ما بكيتوش في الحبس بكيتو وقتها، ما بكيتش انا في الحبس، قد ما حسيت، قد ما كان ايماني قوي، كنت صامد. ربي اسمع، ربي راهو ربي كبير، فما ناس خرجوا من الحبس مرضى نفسيين، خرجوا بالحرابش وخرجوا بكذا، انا راهو رضيت الوالدين، خرجت من الحبس قوي كيما انا. ربي راهو نزل علي صبر، ما ندعيش اني قوي برشا للدرجه هذه، اما ربي سبحانك وقت يبداو والديك راضين عليك في لحظات اليأس والظلام يهبط عليك رحمته. انا الرحمه نتاعو كانت في شكل طاقه جباره بتاع صبر. انا كان نحكي لك معناها ما نوفيش، كان نحكي لك على نهار رمضان، نهار الاولاني، كان نحكي لك على نهار العيد امي ايش صار فيها، كيفاش تخيلتني جاي. سورتو انه سمير كل مره نسمعوا اخبار سمير باش يخرج سي، ومن بعد تصير كده ديسيبسيون، وبعد باش يخرج ونقرا في حاجات ويوصلوني حاجات، ونقرا في الشماته ونقرا في السم نتاع الشميتيه، معناتها انت سميته الغربال، التجربه هذه سميتها غربال. باش اسالك اسئله وماذا بيا تسمي لي اكثر عبد صدمك ايجابيا على الاقل، معناها ما استنيتش انه يقف معك وقف معك، شكون؟ فريمون كي قلت ما نتصورهاش من العبد هذا. لا، ما نختارش العباد البعاد. انا ثم عبد وقف معايا برشا من الساحه الاعلاميه، مش عبد واحد، هو برشا عباد، ما هو من اكثر الناس اللي وقفوا معايا، وهو خويا الصغير ونحبه برشا، وانا اللي ساهمت في دخوله للصحافه، اللي هو سلاح طرابلس واللي عرس مؤخرا، ونهنيه. الانسان هذاك انسان نقي وصافي ويحبك محبه صادقه، وكان مخلص وكان وفي، وكان معناتها يطلب امي يبدا يبكي، يطلب فيها كل يوم. الانسان الثاني هو سامي الفهري، اللي زاد ما توقعتش بصراحه انه باش يقف معي. قلت خويا انا مستانس هكا، خويا مستانس، خدمت مع ناس معناتها تذوب ما تدعفر، مش تدخل الحبس بالوقت تتعثر ولا وجهك يتخبص ما تصورش ينسيوك. استانست هكا. سامي الفهري كان راجل، ونكتفي بكلمه راجل، كان راجل بأتم معنى الكلمه، وبيان سير صالح الحاجه. ولكن الشخص الاخر اللي غير لي حياتي وقتها هو خطيبتي حاليا، اللي هي ما كانتش وقتها خطيبتي، ما كناش مخطوبين، كنا في علاقه، واللي خلاني نقرر باش نتزوجها هي المحنه هذيك. انت عرفتها شهرين قبل الحبس؟ مش شهرين، لا مده يعني
شهرين بدينا نخموا في الواحد، اما هي مده شهرين بدينا نخموا في الرسميات. ولكن انا وقتها اول شخص قابلته في الحبس، سكنت مع انسان غادي، حكيت له القصه وقلت له زعما تقعد معايا. شقالك مسلسل تركي شقالك، قال لي راس ولدي لما تقعد معايا ولا باش تاخذ. وهذا قال لي باش راجل كبير هو حكيم ياسر، قال لي باش بون ثم حكامه في الحبس قال لي هذه باش تكون امتحان نهائي. قال لي تو تشوف باش تمتحن. ونجحت في الامتحان؟ نجحت بدرجة ممتاز جدا. أكثر حاجة ما تصورتش تشوفها في الحبس سمير؟ نعاودها راهو يا سيد رفيق، قل لي سيد سمير، يا سادة مستمعين، راهو الحب ماهوش وقت اللي انت فرحان، وقت اللي انت غني، وقت اللي انت تضحك، وقت اللي انت واقف. معروف. راهو الحب وقت اللي انت في لحظة هزيمة، لحظة ضعف، لحظة افلاس، لحظة مريض، صارت لك حاجة، اللي باش يقعدوا معاك هم اللي